بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل تورلي بالفراخ. هتقولي لي تورلي بالفراخ؟ تورلي بالفراخ. يلا تعالوا هنشوفه هنعمل ايه. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه ان شاء الله هتعجبكم. ويلا بينا على المقادير. كيلو من الفراخ البانيه من الصدور، متقطعه طبعا، مغسوله ومصفيه ومنقوعه. معانا خضار مشكل، انا عامله بطاطس وجزر وبسله. عايزه تحطي كوسه، فاصوليا خضرا، براحتك. طماطم متصفيه، بصل جوانح حوالي بصلايه كبيره، بابريكا، زعتر، ملح، فلفل اسود، زبده، حبه كمون وحبه كزبره صغيرين قوي، وزيت. هنا معايا فلفل حامي وفلفل بارد، توم 4 فصوص توم، دي طماطمتين جوانح برضو، ومكعب مرقه دجاج. يلا بينا بقى نسمي الله ونبدأ. معايا الفراخ هنزل بيها بالملح، هتبلها، زعتر، بابريكا، فلفل اسود، ونقلبها بقى كلها، نشربها من التتبيله دي كلها كلها كده، نفضل نقلبها بايدينا كده تتشرب كلها مع بعض. قلبي بالراحه بس، اهم حاجه. كلها كده هتتشرب من بعضها لحد ما تبقى بالشكل دوت. ونركنها كده حوالي ربع ساعه، نحضر للتتبيله التانية. ننزل بالبصل والطماطم والفلفل والثوم، نتبلهم بالملح، بابريكا برضو، زعتر، هنا بقى هنحط الكمون والكزبره، ربع معلقه وربع معلقه، والليمونه. هو برضو السر في الليمونه. نحاول ان احنا نقلب كل ده مع بعضه كده، بس وانا بقلبها بدعكها بايدي كده كويس، بايدينا كده، لحد ما تحسي ان الخضار كله اتشرب من بعضه ودبل في ايدك. معايا طاسه على النار، احط فيها حبه زيت ومكعب الزبده. واول ما يسيح معانا مكعب الزبده، هنزل بقى بالفراخ واحده واحده كده، يا دوبك اديها تشويحه بلون خفيف بالشكل ده كده، واحده واحده بالراحه. هنمشي مع بعض خطوه بخطوه علشان لما تيجي تعملوا تبقوا عارفين بتعملوا ازاي. بقلبها اول ما تبتدي تاخد اللون كده، لونها يتغير بس، اهو كده. اقلب على الوش التاني، طعمة وخفيفة وجميلة، جربوها هتعجبكم قوي. او اول ما تبتدي تبقى كده، تاخد اللون برضو من الناحية التانية، اطلعها بالشكل ده. احط بقى الكمية التانية. الخطوة دي بتفرق في الطعم قوي قوي قوي. بالشكل دوت كلها اهي برضو، واطلعها كده. وفي الطاسة هي بقى بنفس السوائل اللي نازلة وكله، هنزل بقى بالتتبيلة دهيت. شمي الريحة بقى وجربوها وقولوا لي في التعليقات ايه رأيكم. اديها تقلبتين كده، شوحها. وفي المرحلة دي بقى انزل بمكعب مرق الدجاج،
عشان يعلي التست معانا، لان طبعا الفراخ اللي احنا حاطينها من غير جلد ومن غير عظم ومن غير اي حاجه، مكعب المرقه بيديها طعم كده بتست معسل شويه. واول ما تبتدي تدبل معانا كده برضو الخلطه، انزل بقى بالخضار المشكل بتاعنا، اقلبه برضو لحد ما كل الخليط ده يتجانس مع بعضه ويشرب من بعضه كده بالشكل دوت. تحس ان البطاطس والجزر والبزلة كلها اتشربت كده وخدت لون. انزل بالطماطم بالراحة كده واحدة واحدة، بس انا الطاسة اللي انا عاملة فيها او الوok طلع صغير، هبدل في حلة. وحطيت بقية كمية الطماطم وسبتها تاخد يا دوبك كده ايه 10 دقايق على النار، اخدت ربع سوا. انشل بقى من الطماطم دي كلها الخليط بتاعنا، انشله كله. ومعايا طواجن او صواني او صينيه او بايركس اي حاجه عندك. انا حبيت اعملها في طواجن بتدي طعم جميل قوي. قسمت الخليط اللي معايا في الطاجن، بقسمه اهو بقيه الطواجن كلها بقى بالشكل ده هوت كده. همسك بقى الطماطم اهيت اوزع بالراحه اهوت. ده الطاجن الكبير. هوزع كميه الطماطم اللي معايا على الطواجن، وامسك الفراخ ارصها بقى فوق الوش. انا بحطها فوق الوش عشان خاطر تحمر معانا، تبقى عامله شبه المشويه كده. وزعناها كلها اهو بالشكل دوت. هنزل عليها فوق الوش كده بكبشة يا دوبك كده طماطم، ان هي تحمرها بس تديها اللون بتاع الشوي بالشكل دوت. كبشة كده خفيفة تغطي اللون. حبة زيت او حتة زبدة اي حاجة عندك. بالشكل دوت. حبة ملح فوق الوش. فلفل اسود. بالشكل دوت برضو وزعناه. وحبة زعتر. الزعتر بيديله طعم ونفس جميل قوي. بالشكل دوت. وهدخلهم في الفرن من تحت على درجة حرارة 200، واسيبه حوالي نص ساعة. اهو احمر واستوى وطعمه تحفة. جربوه على طريقتي هيعجبكم قوي والله. مستوية طرية من جوه وشاربة السوائل، طعمها تحفة قوي. وبألف هنا وشفا على قلبكم. اهو بصوا شكلها. جربوها بقى، ومستنية رأيكم في التعليقات. قولوا لي ايه رأيكم. وده الشكل النهائي للاكل بتاعنا. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبتكم الوصفه بتاعتي يا ريت تجربوها. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه، تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد في اسرار الطبخ مع ام ربيع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.